المهم قبل نبداو الحلقه ديالنا ديال نهار اليوم، خاصكم تعرفوا بان عالم الجن عالم كبير بزاف وخطير. كاينين الناس اللي كيامنوا به وكاينين الناس اللي كيعتبروه غير خرافه، وكيجيهم هادشي شي حاجه ماشي منطقيه. ولكن حنا كمسلمين تذكر في الدين ديالنا بان الجن كاين، وتذكر حتى بالقران الكريم، وجا حتى جاب حتى شي احاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم باللي الجن يقدر يجيك في الصفه ديال الحيوان وحتى ديال الانسان. المهم بلا ما نطول عليكم، اللي كيعجبو هذا المحتوى ما ينساش يتابونا ويخلي ليا لايك. نبداو الحلقه او القصه ديالنا ديال نهار اليوم. كيف ما كنعرفوا العرس شي حاجه اللي زوينه واللي كنضحكوا فيه وكنشطوا فيه وكنحتفلوا مع بعضياتنا، لكن هذا العرس اللي غادي ندوي عليه اليوم ما غادي يكون كيشبه حتى شي عرس سمعتو به او لا شفتوه من قبل. نبداو القصه ديالنا ديال نهار اليوم. واحد العرس في الكويت بالضبط سنة 1997. هذاك الساعة في الكويت قليل فين كيكون شي عرس في شي قاعة. كان الأغلبية ديال الأعراس كيداروا غير في الديور. وفي هذيك الوقت كانت واحد المغنية مشهورة واللي معروفة في هذيك الوقيته، كما كيقولوا ليها في الكويت الدقاقة نورة. كانت معروفة بزاف هذيك الوقت بأن صوتها كان زوين، ومعروفة كدير النشاط في العراسات، لدرجة كانوا كيطلبوها الناس من الخارج ديال الكويت. يعني كتمشي عندهم اللي بغاها تغني لي في المناسبة كتمشي عندهم. المهم ما علينا، هذيك السيدة واحد النهار كانت جالسة حتى جاها واحد التليفون من عند شي مرا، قالت ليها هذيك اللي صونات عليها باللي بنتها عندها عرس وبغاتك تجي تغني ليها في العرس ديالها وتنشطيها كيف ما ديما، وبالضبط نهار الخميس مع 10 ديال الليل، وبالضبط في هذيك المنطقة اللي خارجة على الكويت كيقولوا ليها الصباحية. المهم اتفقت السيدة مع نورة على واحد المبلغ ديال 500 دينار، اللي في هذيك الساعة كان مبلغ كبير بالنسبة لهذيك المغنية. وفعلا نهار اللي وصل الوقيته ديال العرس، مشات الدقاقه نورة مع المجموعه ديالها اللي فيها تقريبا شي 6 ولا 7 ديال العيالات العنوان اللي قالت لهم السيده. ومع الدخله ديال هذيك الدار لقاو الطوموبيلات محطوطين في قدام الباب، والناس داخلين وخارجين، والدراري الصغار كيلعبوا حدا الدار، وكاين الضوء ومحلقين على الدار من برا. المهم كلشي هو هذاك. والعرس لحقوا طريقو، وملي دخلوا للدار لقاو كلشي زوين، المعروضين لابسين مزيان، حتى لهنا كلشي كان عادي. دخلات نورو المجموعه ديالها لواحد البيت فين تيبدلوا حوايجهم وتقادوا باش يبداو، وجدوا الماتريال ديالهم وكيتسناو غير الناس يبداو في الحفله. المهم وصلت ديك 10 ديال الليل، بدات نورا هي الفرقه ديالها في النشاط كيف ما مولفين ديما، ولكن الفيلا غدا وكتعمر بالناس لدرجه الا طاحت لك صندالتك ما بقيتيش تلقايها بالكثره ديال الزحام. كانوا مزاحمين بزاف، ونورا بدات كتغني وكتنشط الناس، وحتى العيالات اللي في العرس عجبهم الحال وعجبهم داكشي اللي كتقول نورا، لدرجه ملي كتسالي نورا هي والفرقه ديالها شي اغنيه كيجيو عندهم شي عيالات وكيتسالموا معاهم وكيقولوا لهم مزيان هادشي اللي كديروا زوين واغانيكم زوينين، كيتسالموا معاهم من الحنك للحنك على داك النشاط اللي كيديروا. وصلت ديك 12 ديال الليل، هنا الفرقه بداو كيتسارحوا ويشربوا شويه ديال الماء. هنا وحده من هذوك البنات ديال المجموعه قالت لنورا واش ما حسيتي بوالو، واش ما حسيتيش بلي شي حاجه ماشي هي هذيك؟ قالت لها نورا علاش مالهم؟ قالت لها صاحبتها ما لاحظتيش بلي ملي كيجيو يسلموا علينا راه حناكم حرشين بزاف وخارجه منهم واحد الحراره اللي كثيره. وهنا الدقاقه نورا تقرصات من الهضره ديال الهضره ديال صاحبتها، وحست بشي حاجه ماشي نورمال. هنا هي كانت شاكه ولكن ما بغاتش تقول ليهم باش ما تخلعهمش. داكشي علاش قالت لصاحبتها ما تخافي من والو، هادشي عادي غير مع الشطيح والحركه راه كتخرج منهم هذيك السخونيه، راه عادي. وحاولت تهدنها، ولكن واخا هكاك واحد صاحبتها ما اقتنعتش، بقات كتقول لها واش ما شفتيش هذيك الحروشيه اللي فيهم راه ماشي طبيعيه، وحتى الطاقه اللي عندهم ملي كيكونوا كيشطحوا غريبه. ولكن واخا هكاك نورا بقات كتهدن فيهم وبقات كتضحك، قالت لهم هادشي غير كيبان ليكم، راكم غير كتهيئوا. خليونا نكملوا هاد الحفله بخير وعلى خير. هادشي كامل دارتو نورا من هكا ذكاء، وبغات ما تخلعهمش وبغاتهم يكملوا العرس عادي
بحال حتى حاجه ما كاينه. هي هذيك كملوا العرس وبقاو كيغنيو وكينشطوا في الناس، ولكن ملي فاتت هذيك 12 ولات الاجواء حماسيه بزاف وماشي عادي وكلشي ولا كيخلع. هنا نورا بدا كيدخلها الشك، بدا كيدخلها الشك كتر، والواعره في هادشي كامل. بداو كيشوفوا هادوك العائلات اللي كيشطحوا رجليهم ماشي عاديين، رجليهم في شكال، وما غاديش نقول لكم ديال الجمال ولا بقر، الله اعلم. المهم رجليهم ماشي طبيعيين وماشي ديال بنادم. هنا نورا والمجموعه تخلعوا بزاف لدرجه الاغاني تلفوا ليهم وحتى الصوت هرب ليهم، ما تلاو عرفوا واش يغنيو ولا يسكتوا. هادشي كامل بالكثره ديال الصدمه. بقاو كيهضروا غير بعينيهم، زعما داكشي اللي كنا شاكين فيه راه بصح. صافي راه تخلعوا، ولكن واخا هكاك الدقاقه نورا دارت واحد الحاجه اللي مزيانه، عاد ما زادت علات صوتها وكثراتو وهي كتغني، كتلمح المجموعه ديالها حتى هما يغنيو ويعليو الصوت ديالهم وما يحبسوش. ولكن واخا هكاك وحده من هادوك البنات اللي معاها سخفات ليها. هادشي اللي خلى واحد المراه من هادوك الناس اللي كانوا حاضرين تسولها، قالت لها مال هاد السيده راه سخفات، اشنو عندها؟ ولكن واخا هكاك دخلت نورا بالزربه ونقضت الموقف وقالت ليها لا راه غير عيانه شويه وخاصها تشرب شويه ديال الماء، حيت هاد الايامات راه كثرنا من الخدمه، هادشي كله غادي يكون السبب ديالو غير الارهاق تقريبا. بلا ما تشطني عليها. وفي هذيك الوقيته مشات نورا هي والبنت اللي سخفات لواحد البيت باش تهضر معاها، وقالت ليها خاصنا نتهدنوا وما نبينوش ليهم راه واقعه شي حاجه. جاوبتها وقالت ليها واش عرفتي حنا مع من جالسين دابا؟ قالت ليها راه ماشي البشر. وجاوبتها نورا قالت ليها هادو راه جنون ماشي بشر، ولكن ما عندنا ما نديرو، والحل الوحيد باش نخرجوا من هنا خاصنا نكملوا العس باش ما يعيقوش بينا وما يأذيوناش ونخرجوا سالمين بخير وعلى خير. وفعلا رجعوا ينشطوا القضيه حتى الفجر. غادي يبرد الجو وغادي يطفى كاع هذاك النشاط اللي والهرج اللي كان، وغادي تسقل القضيه، وحتى الضوء غادي يطفى والقضيه غادي تظلم، والجو غادي يولي كيخلع، وحتى الناس اللي كانوا كلهم غبروا ما بقى ليهم حتى اثار. وهنا المجموعه غادي تبدا تغوت واحد الغوات اللي ماشي طبيعي بالكثره ديال الخلعه، وغادي يتاكدوا بانهم كانوا معجنون ماشي بشر. وهنا نورا بقات جالسه في بلاصتها ما تحركاتش وكتقرا القران في خاطرها. ولكن واخا هكا كانت قويه، قالت المجموعه اللي معها الا بغيتوا تخرجوا من هنا بخير وعلى خير هذه هي الفرصه، خصنا دابا نخرجوا ودغيا. وبالفعل خرجوا من هذيك الدار كيجريو حتى للشارع وحتى الماتريال ديالهم نساوه. وهما غاديين في الطريق غادي يتلاقاو مع واحد الراجل غادي يكون كبير في العمر، غادي يصلي الفجر. غادي يدخلوا منه في الاول وكيسحاب ليهم راه جن، ولكن هو غير بشر. سولهم قال لهم فين كنتو واش كديروا هنا في هذا الوقت؟ هنا قالت ليه نورا راه كنا هنا خدامين في واحد العرس اللي كان في هذه الدار، راه يلاه سالينا. هنا الراجل جاتو عجب قال لهم نتاش من الدار كتهضروا عليها؟ تما كانت الصدمه ملي دارت نورا بغات توريه الدار، لقات غير واحد الدار مهجوره كلها مخروبه وما فيهاش الاثر ديال شي عرس ولا الحس ديال شي بنادم ولا حتى حاجه ما كاينه. تم قال لهم هذاك الراجل باللي هاد الدار مهجوره دابا شي 10 سنين، حتى لدابا ما عمر شي حد قرب ليها، لدرجه بعض المرات كيسمعوا شي اصوات خارجه منها. تم نورا تاكدت باللي العرس اللي كانوا فيه عرس ديال الجنون. من تما اعتزلت نورا، واليوم هذا ما بقاتش غنات في شي عرس. وهذه هي القصه ديالنا ديال نهار اليوم. وهاد القصه منتشره بزاف في الكويت ومعروفه عندهم، واش بصح ولا لا الله اعلم، هادشي راه كيخلع. وهذه هي النهايه ديال القصه ديال نهار اليوم، القصه ديال الدقاقه نورا. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، وإلا عجبكم هذا الفيديو او هذه القصه وهذا المحتوى ما تنسوش تابونوا في القناه وتخليوا لي لايك وكومنت، غيحفظ ان شاء الله كل مره بحط قصه جديده.